اهلا بيكم في بودكاست بيوتي توكس بالعربي. البوتوكس بيعالج التجاعيد ولا بريفنشن يمنع وجودها؟ البوتوكس اساسه ان هو بيمنع التجاعيد انها تحصل، لان هو بيشتغل على العضله الحركيه. تمام. فلما بيوقف حركه العضله بيمنع ان يحصل ال 111 او الخطوط اللي بالعرض او الخطوط اللي حوالين العين او السموكرز لاينز اللي حوالين الشفايف. وبالتالي هو منع التجاعيد دي ان هي تحصل. فعالجها. طيب عالجها بقى خالص لو هي حصلت، يعني انا اكشولي يبقى عندي 111 او عندي خطوط بالعرض، في الحاله دي برضو لازم احقن بوتوكس علشان افرد العضله، اخليها تبقى ريلاكسد، وبالتالي الخط ده هيتحسن بنسبه 70-80%. طب ال 20% الباقيين هنعمل فيهم ايه؟ ساعتها بنتدخل بالسكين بوسترز او ممكن فيلر على خفيف، بحيث ان انا اعالج الخط اللي اكشولي اتحفر ده في الجلد. يعني لو الخطوط اتحفرت وبقت باينه البوتوكس هيقللها، مش هيضيعها تماما. لو بقت ستاتيك، يعني خلاص ثابت من غير ما تكشر، هي موجوده، لا هو مش هيعالجها 100%. والسكين بوستر او الفيلر هو اللي هيرفعها ويحسنها. بالظبط. تمام، لان الناس بتخلط ما بين الاستخدامين، واحيانا بيبقى فاكر ان الخط او التجاعيد هي اللي ممكن تعمل كده. وللاسف لحد دلوقتي الناس بتيجي تقول لي انا عايزاكي تحقني لي بوتوكس بس من غير ما وشي يتخن. اللي هم بيبقوا متلخبطين اصلا ايه هو الفيلر وايه هو البوتوكس. وتيجي تقول لك احقني لي فيلر عشان التجاعيد اللي جنب العين تروح، او احقني لي فيلر تحت عيني عشان الكسر تروح. دي حاجه بسمعها كتير.